تاني شرط من شروط صحة الصلاة ستر العورة. أجمع علماء المسلمين قاطبة على عدم صحة الصلاة في حال كشف العورة مع قدرته على سترها. أجمع العلماء جميعا على عدم صحة صلاة من صلى ولم يستر عورته وهو مستطيع على ذلك. من صلى كاشفا عورته مع قدرته على سترها. مهمة جدا دي اللي انت تعرفها، ان في احوال برضو مش عايزين نتكلم فيها ضرورة، لكن قادر ان انت تستر عورتك وتعمدت تصلي وانت كاشف العورة، صلاتك مردودة عليك، صلاتك غير صحيحة. شرط من شروط صحة الصلاة ستر العورة. طب حدود العورة ايه؟ زي ما هو معروف عند الناس جميعا، والناس كلها عارفة الكلام دوت، انا مش بقول حاجات جديدة، ان حدود العورة عند الرجل من السرة الى الركبة، اما عند المرأة فجميع بدنها عورة ما عدا الوجه والكفين فين؟ في الصلاة. اما عن عورة الطفل في الصلاة فمن سن 7 سنين لسن 10 سنين عورة الطفل هي الفرجين فقط، القبل والدبر. القبل والدبر دي عورة الطفل من سن 7 سنين لسن 10 سنين. اما ما دون سن الطفل فعورته اذا كان رجل من السرة الى الركبة، اذا كانت امرأة كل بدنها عورة ما عدا الوجه والكفين. الامر سهل. ستر العورة يا جماعة شيء مهم جدا في الصلاة، شيء مهم، لان بتبطل بتركه صلاتك، تبطل بتركه صلاتك. لو تعمدت تصلي كاشف العورة صلاتك تبطل والعياذ بالله. يا رب نكون قدرنا نفيدكم بمعلومة في الفيديو بتاعنا. لو عجبك الفيديو اعمل شير ولايك وسبسكرايب، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.